مرحبا. الأخبار جيدة اليوم، نسبيا ما بتغطي على الأخبار العاطلة. بس الاتفاق اللي تم توقيعه اليوم بين السيد مظلوم عبدي بالنيابة عن قسد والسيد أحمد الشرع بالنيابة عن الجمهورية السورية الجديدة، يلي بيضمن انضمام شمال شرق سوريا للدولة السورية من أول وجديد، بدون محاولة انفصال ضمن كيان مستقل، كيان كردي مستقل. هذا الشيء كتير منيح لسوريا للمستقبل. المشكلة أنا شخصيا بعتقد أنه من حق الأكراد بشكل عام أنه يكون عندهم الكيان المستقل تبعهم جغرافيا، يلي بيضمن كامل أراضي كردستان بسوريا وبتركيا وبالعراق وبإيران. هذا رأيي الشخصي. إذا هن بيحبوا مفروض هذا يكون حقهم، بس بنفس الوقت بدنا نكون موضوعيين، وبتخيل هذا أحد أسباب توقيع الاتفاق. كيان كردي مستقل مع إيرادات نفطية هائلة، بس بدون أي منافذ لتصدير النفط، بمحيط عدواني وبشدة. تاريخ تركيا مع الأكراد، تاريخ إيران مع الأكراد، تاريخ العراق مع الأكراد. سوريا قد تكون الأقل عدوانية بيناتهم كلياتهم، بس ما بيعني أنه في حقوقهم كانت مهضومة خلال فترة البعث لحد نهاية نظام بيت الأسد. الشعب السوري، بتوقع باقي الشعوب نفس الشيء، ما عندهم مشاكل مع نفس شخصية مع الأكراد. هي حكومات وموضوع السيطرة هو سبب المشاكل. هي الأتراك ما عندهم استعداد يخسروا تركيا والقطاعات النفطية اللي فيها، إيران نفس الشيء، العراق نفس الشيء. سوريا المشاكل اللي صارت مع الأكراد بموضوع هضم حقوقهم بالستينات، كانت الفكرة منها ما أنا موضوع موارد، إنما كانت تماما موضوع سياسات انتخابية. ده الشيء في مئات آلاف الأكراد اللي هن غير مجنسين خلقوا وربيوا بسوريا، بس كانوا بلا جنسية، شكرا لحكومة البعث. حافظ الأسد ادعى أنه هو رح يحل لهم المشكلة هي من زمان. هو اندفس، ابنه هرب مثل الجردون على موسكو وما حلوا لهم القصة. بالعكس، كانوا يتعرضوا للاضطهاد بشكل مستمر من النظام، تهميش، إفقار متعمد للمناطق تبعهم. الوصول لكيان سوري بيضمن لهم حقوقهم كاملة ضمن المجتمع السوري هو لمصلحة الجميع. منطقة كردستان بسوريا فيها موارد هائلة، أغلب الموارد النفطية السورية هي بمناطق كردستان، بس زين ما فيهم يصدروها. شو الفائدة؟ ما حدا بيصدر نفط بالطيران. بدك صهاريج أو أنابيب نفط للموابئ النفطية. الأنابيب موجودة للساحل السوري. مصلحة الجميع أن نكون إيد واحدة. أول شيء ندعم بعض، منسهل كل شيء على بعض،
كدولة، ونحن عايشين سوا صار لنا آلاف السنين. بالأخير نحن أخوات، مالنا حتى أولاد عم، مالنا أعداء، مالنا أصدقاء، نحن أخوة. وصول لاتفاق مثل هذا وتنفيذه على أرض الواقع رح يكون لخير سوريا كلياتها بجميع المكونات. بتمنى يلي كانوا عم بيحكوا بإقليم أوغاريت يكونوا اقتنعوا بعد الشيء اللي صار بهالكام يوم يلي مضوا إنه مصلحتهم مو بإقليم لحالهم بإدارة الأسد، مصلحتهم بقلب سوريا. يلي عملوا هالحركة فلول النظام السابق، يبدو مع دعم من حزب نص ليرة بلبنان وإيران. ما بعرف إذا الروس فعليا عم بيحاولوا يعملوا هيك شيء ولا هن أذكى من أنهم يعملوا هيك شيء، بالذات بعد الورطة اللي هن موجودين فيها بأوكرانيا. ما عندي فكرة إذا الروس لهم إيد، بس هدوليك أكيد لهم إيد، بيهمهم زعزعة المنطقة. بظن الروس أذكى وبيهمهم أنه يحافظوا على قواعدهم ولو لفترة معينة، مو 99 سنة مثل ما كانوا مستأجرينها من الجردون اللي عندهم. بتمنى القسم من الدروز اللي عم بيحكي بكيان مستقل بشكل أو بآخر أو بدعم إسرائيلي، رجعوا لرجال الكرامة. الدروز بالسويدة اسمه جبل العرب، مو لأنه تبع العرب، لأنه أنتو كرم ورجولة العروبة. أنتو سندنا. نتذكر على مدى 60 سنة اللي مضوا أي مشاكل صارت بين دروز سويدا وإسلام درعا السنة تحديدا اللي عم نحكي عنه، دائما كانت المخابرات السورية اللي عم تحكش فيها، هي اللي تعمل المشاكل. قبلها وبس انه يطلعوا منها بحياته ما كان في مشاكل. نحن واحد، عرب، إسلام، مسيحية، سنة، شيعة، علوية، كراد، دروز، تركمان، سريان، كلنا شعب واحد. الدين والأصول العرقية والطوائف ما بتفرقنا، هي مصدر القوة تبع سوريا. نحن مصدر العلم والثقافة والصناعة بالشرق الأوسط. هيك لل 63 أو جوز 58 عمليا الوحدة، وقت بلشت سوريا تنهار. حتى تحت الاحتلال الفرنسي سوريا ما انهارت، الشعب السوري كان عم يمشي لقدام. نحن شعب واحد.
هتافات الثورة الأولى: 1-1-1، الشعب السوري واحد، نحن شعب واحد، كلنا سوا. الدين لله، الوطن للجميع. منحط ايدنا بايد بعض، منوقف بوش الدنيا، ومنرجع منبني سوريا أحسن ما كانت. أحسن ما كانت بقصد قبل الوحدة، أن سوريا اقتصاديا واجتماعيا بلشت تنهار مع الوحدة، وللأسف. نتأمل هالاتفاق هاد يساعد بوقف حمام الدم. الدم يلي راح خلال 63 سنة بين حكم البعث وبيت الأسد لازم يطهرنا. كل نقطة دم عم بتشر بعد هي عم بتحملنا وزر نحن ما نقده، وما نقده لأنه خايفين أو لأنه ما عنا الجرأة نقاتل أو شيء، لا، لأنه ما لازم نقاتل، لازم نبني، نساعد بعض، نمسك إيدين بعض ونمشي لقدام كلنا سوا. ما رح طول أكتر من هيك اليوم، بكفي تبع امبارح كان شيء 23-24 دقيقة. 1-1-1، الشعب السوري واحد. سوريا حرة، دولة مواطنة وعدالة للجميع. بدنا عدالة انتقالية وليست عدالة انتقامية. ما في شيء اسمه عدالة انتقامية، هي جريمة، اسمها جريمة حرب. سلام.